ما بقتش بتداوي كلمة آسف، صدقني. ما بقتش بتغير حاجة وهو ما بقاش ضامن. مش دي اللي هتحسسه بالأمان. أخطر حاجة بنعملها ضمان إن هما موجودين. اللي بيوجع إن إحنا كنا فاكرين إن إحنا بنعمل الصح. للأسف في قلوب لما بتتقفل عمره ما يفتحها ولا 100 كلمة اعتذار. عارف يعني إيه تبقى قريب من حد بتحبه وتصرفاتك بتبعده؟ يعني تبقى بتحبه جدا كل ما يقرب منك تصده بكلمة، تنتقده بفعل هو عمله، تقتله بسكوت طويل ملوش لازمة. أصعب لحظة ممكن تمر على الإنسان مش اللحظة اللي بيبعد فيها حد بيحبه، اللحظة اللي يبص فيها في المراية ويسأل نفسه: هو أنا اللي مشيتهم؟ هو أنا اللي كنت بكسر فيهم وفاكر إن أنا بصلح؟ هو أنا اللي كنت خانقهم باهتمامي الزيادة؟ ولا كنت بوجعهم بإهمالي اللي ملوش تبرير؟ مشكلة إن إحنا بنخسر أغلى ما عندنا وإحنا فاكرين إن إحنا صح. أصعب حاجة تعيش دور الضحية وإنت أصلا الجلاد من غير ما تحس. كنت بتسحب منهم الأمان بالتدريج وإنت مش حاسس. كنت بتخليهم يحسوا إن هم تقال عليك أو إنهم مش كفاية عشان يملوا عينك. لما تحب تحكي لحد فيهم حاجة ما تلاقيهوش موجود، ساعتها هتفتكر إن إنت خسرته. ساعتها الندم هياكل في قلبك، هتحس إن إنت عايز تصرخ وتقول والله كنت بحبكم بس ما كنتش عارف أحب. والقلب لما بيحس إن هو تقيل على صاحبه بيمشي بس بيمشي وهو مكسور، بيمشي وهو مش عايز يمشي، وانت اللي مشيته عشان ما لقاش لنفسه مكان في حياتك. حافظوا بقى على اللي باقيلكوا قبل ما تبكوا على راح من ايديكوا. في لحظة بنوصل لها كلنا، لحظة سكوت مرعب، تلاقي نفسك قاعد قدام حد كنت بتعتبره الدنيا، فجأة تكتشف ان في سد بينك وبينه، وهو موجود بجسمه لكن روحه سافرت بعيد عنك في حتة تانية. عارفين ايه اللي بيوجع؟ اللي بيوجع ان احنا كنا فاكرين ان احنا بنعمل الصح وفي الاخر بنكتشف ان صحنا هو اللي دمرهم. احنا النهارده مش بنلوم حد، احنا بنشرح الوجع اللي جوانا عشان محدش يكرره تاني. اخطر حاجة بنعملها ضمان ان هم موجودين. نفتكر ان هم خلاص بقوا ملكنا فنبطل نهتم بيهم. تصرفاتنا تبدأ تبقى ناشفة معاهم، نتعصب على أتفه الأسباب، نطلع كبت يومنا كله فيهم. احنا بنكسر مقادفهم. لما يزعلوا نقول لهم انتوا حساسين زيادة عن اللزوم، بعدين نلومهم ان هم مش بيجدفوا عشان يوصلوا لنا، مش بيتعبوا عشان يوصلوا لنا. عارفين الشخص اللي مشي فجأة ده؟ هو ما مشيش فجأة ولا حاجة، هو مشي 100 مرة قبل كده. مشي لما استنى كلمة شكر منك وما لقاهاش، مشي لما عيط بالليل وانت جنبه ومش حاسس بيه، مشي لما حس ان هو عبء عليك. تصرفات اللي بتبعدهم الخذلان المتكرر.